اهلا بيكم في قناة فضلاينوس. من كام يوم كده كنت بسمع فيديو دوبلاجينو وهو بيجاوب على اسئلة المتابعين بتوعه، وجذب انتباهي ان هو بيحكي عن معاناته ان هو ازاي مش قادر يسمع الالف حلقة بتوع ون بيس. انا جاي بقى النهاردة علشان اشرح لك واشرح له هو كمان ازاي تقدر تسمع الالف حلقة بتوع ون بيس، مع ان انت اصلا بتزهق من الانميات ال 12 حلقة. تعمل ايه بقى يا بطل؟ احنا هنمسك الاركات كده واحد واحد ونبدأ نحل المشكلة. اول ارك اللي هو الازرق الشري ممكن تستبدله بان انت تسمع فيلم بيلخص لك حوالي 60 حلقة. بعد كده هتسمع حلقتين بالظبط اللي هم الحوت لبن. بعد كده هتسمع الحلقات اللي هي بتاعت جزيرة تشوبر، حلقات فيها دراما وجميلة، وممكن تقدم في النص يعني تسمع حلقة مثلا وتسيب حلقتين، مش لازم تسمع كل حلقات في الجزيرة دي. بعد كده هتسمع فيلم الاباستا، بدل ما تسمع 40 حلقة هتسمع الفيلم ده. بعد كده هتسمع فيلم جزيرة السماء، هيوفر لك برضه حوالي 30-40 حلقة. بعد ما تخلص جزيرة السماء هتلاقي نفسك واصل للحلقة 195. هتقول لي يا عم لسه بدري، هقول لك بس هو دايما عارف انت المثل اللي بيقول لك اسمع ون بيس بس بعد اول 200 حلقة هتبقى بقيت كويس. اديك يا عم وصلت ل 200 حلقة في خلال 3 افلام بس. بعد بقى لما ربنا يكرمك وتخلص الافلام دي هتوصل لارك الووتر 7 ورا ارك انيس لوبي. هما فعلا ملهمش اي افلام او ملخصات، ولكن هما اركين جميلين جدا وفيهم دراما كتير وفيهم بدايه اللمحه اللي الحاجه القصه المخفيه لون بيس او القصه الكبيره اللي احنا بنسعى عليها، ودي مش هنفهمها الا بعدين، ولكن بتبدا تلمحات ليها من الارك ده. بعدها ارك ثريلر بارك. بص انا ما بحبش الارك ده قوي علشان هو مش احسن حاجه. هو ممكن هو ارك لازم تسمعه، بس ممكن تقدم فيه تسمع حلقه وتقدم حلقتين، حلقه وتقدم حلقتين، وهكذا. بعد كده نخش على ارك جزيره شابوندي. ده بيقدم لك فيه القراصنه اللي من الجيل الجديد كلهم، فهو ارك 10 حلقات مش كتير، ولكن نهايته بتبقى مختلفة لأن الطاقم بتاعنا بيتفرق لأماكن مختلفة، بيكون فيها حلقات فردية كده لكل واحد فيهم، مش عايز تسمعها براحتك. ولكن يعني الحاجة الأساسية اللي احنا هنكمل معاها أو الشخصية اللي هي لوفي اللي بيروح لجزيرة النساء، وده بأرك لوحده برضه كده مش طويل، اسمه أمازون ليلي. بص الأرك ده على بعضه مش مهم بصراحة، ممكن تقدم لآخر 3 حلقات عشان فيها معلومة مفيدة بس. المعلومه المفيده اللي انت هتاخدها واكيد انت عارفها من غير ما تسمع الانمي، ان في حرب اسمها حرب المارين فورد هتحصل علشان اخو لوفي ربنا كرمه واتحبس وعايزين يعدموه، فانت هتروح علشان تنقذه قبل ما يتعدم، وتروح للسجن اللي هو محبوس فيه اللي هو سجن الامبل داون. وبنبدا الارك ده بنفس الاسم، والارك ده من احلى الاركات، جميل جدا وهو مهمه انقاذ، ولكن لسوء الحظ مهمه الانقاذ في النهايه بتفشل، ودي انت حاجه بتعرفها لان هو بنخش على الارك اللي بعد اللي هو ارك المارين فورد. ايه ارك المارين فورد ده؟ في منتهى البساطه عايزين البحريه عايزه تعدم ايس اللي هو اخو لوفي، والقراصنه عايزين ينقذوه، وهاتك بقى مدعك. الارك ده ارك اسطوري بكل المقاييس، سواء الرسم مع انه كان رسم قديم بس كان حلو، سواء القصه او سواء بقى الشخصيات. شخصيه الوايت بيرد شخصيه هتتبسط منها جدا. لو وصلت لهنا انت اخيرا وفعلا الناس بتوع ون بيس ممكن يعترفوا بيك كفان للانمي. بعد كده لوفي بيروح يتمرن لمده 2 على استخدام الهاكي اللي هو نظام القوه في عالم ون بيس. بعدها بيبدا ارك البرمائيين. الارك ده طويل وانا ما بحبوش قوي بصراحه، فانت ممكن تسمع حلقه وتعدي حلقتين وهكذا، مش لازم تسمعهم كاملا. بعدها ارك بانك هازارد. الارك كويس ومش وحش، بس انا برضو ما بحبوش، وممكن برضو تسكيب في حلقات، تسمع حلقه وتسيب حلقتين. بعد كده واخيرا بنوصل لارك دريس روزا. الارك ده بالنسبه لي احلى ارك في الانمي، هتسمعه وهتتبسط جدا في كل حلقه فيه، وخصوصا الشرير بتاع الارك ده في مستوى تاني خالص. بعدها بنوصل لارك زونيشيا. يعني هو ارك لطيف وخفيف وقصير بس فيه دراما اسطوريه، هو بيقنعنا في حاجه في اول 3 حلقات كده، بعد كده بنكتشف ان كان فيه تضحيه رهيبه بتحصل في الارك ده. بعدها واخيرا بنوصل ارك الفول كيك. الارك ده طويل 100 حلقه، بس هو حلو في الرسم اللي فيه وفي القصه اللي فيه، بيديك باك ستوري عن شخصيه سانجي. الارك حلو بس طويل، يعني عايز تسكيب في حلقات اسكيب براحتك، بس هو حلو ويستاهل. بعد كده اخيرا بنوصل للارك اللي قبل اللي احنا شغالين فيه حاليا، ارك بلاد وانو. الارك ده نظافه عظمه، الارك ده هو الحلاوه بقى اللي في الدنيا. ده تاني ارك بالنسبه لي كحلاوه، يعني رقم 1 بالنسبه لي دريس روزا، تاني حاجه بلاد وانو على طول. فانت هتستمتع في القتال، كفايه بس قتال كايدو ولوفي، كفايه قتال زورو وكينج، دي حاجه انت مش هتعرفها دلوقتي عشان انت لسه ما بداتش اصلا. بعد ارك كايدو ارك وانو، ويكفي ان هنقول عليه كايدو لان انت ده اكتر حاجه تبقى شغلاك.
هتوصل اخيرا للارك اللي شغال حاليا، ارك الايج هيد. انت هنا هتبقى خلاص بقى الانمي، والمميز في انمي وان بيس ان انت بعد ال1000 حلقه بتبقى عايز تسمع اكتر. يعني انت على العكس في بدايه الانمي بتكون مش عايز تكمل، لكن المدهش ان انت لما توصل للحلقات اللي قدام هتبقى عايز تكمل اكتر وبتتشد اكتر. هي دي المتعه بقى في الانمي ده. وفي حاجة تانية كمان ان احنا يعني المؤلف اللي هو ايتشيرو اودا بيتواصل معانا في الانمي، بيشوف مثلا احنا بنفكر في ايه وبنعمل نظريات عليه ويعمل العكس، او يبقى ماشي معانا او يعمل لك تلميحات على ايه النظرية دي هتحصل ويعمل غيرها. بقى بيلعب معانا كده واحنا بقينا بنستمتع. ان انت يعني وان بيس انت ممكن تبقى قاعد كده احنا مش هنعمل نظرية بقى ولا ايه، فبقى في متعة ان احنا نعمل نظرية ونقول حاجة هتحصل، واودا بيسمع للنظريات دي وبيجارينا وبيعمل ساعات عكسها وبيعمل زيها احيانا. وبقى في متعة لوان بيس. وان بيس مش بقى ان احنا نتفرج على الانمي بس، لا ده احنا بنستمتع خارج الانمي بان احنا نعمل نظريات وان احنا نعمل افكار، والمنتج نفسه بيسمع لينا وبيلعب معانا كده. فالموضوع بقى ممتع جدا ويستحق ان انت تتفرج عليه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك وتعمل لايك علشان نعمل فيديوهات اكتر.